الفيلم بيبدأ مع ديفيد كينج، واحد من أكبر رجال المزيكا وصاحب شركة تسجيلات اسمها ستاكينج هيتس. ديفيد كان بيتكلم في التليفون ومبين ندمه إنه باع نصيب كبير من الشركة قبل كده، ودلوقتي عايز يشتريه تاني قبل ما شركة كبيرة تستحوذ عليهم وتضيع هوية المزيكا. بعد المكالمة راح لمراته بام اللي كانت بتحكي له عن مشروعاتها هي كمان في مجال المزيكا. بعدها ديفيد خد ابنه تراي على ماتش الباسكت في المدرسة، وكان معاه صاحبه كايل. تراي وهو رايح قال لأبوه إنه سامع عن مطرب جديد موهوب ممكن يضموه للشركة، بس ديفيد رغم إنه قال لتراي إنه هيقعد يتفرج على الماتش قرر يمشي عشان يقابل بول اللي هو سواقه وصاحبه وكمان أبو كايل. راح ديفيد على الشركة وقابل شريكه باتريك، اتكلموا عن فكرة إنه يشتري حصة أكبر من الشركة تاني. باتريك في الأول كان معترض، لكن ديفيد عرض إنه يغامر بكل أصوله تقريبا، شقته الفخمة ولوحات فنية غالية لفنانين سود. في الآخر باتريك وافق. رجع ديفيد البيت وحكى لبام عن اللي حصل، بس هي كانت متوقعة إنه هيهدي ويقضي وقت أكتر معاها ومع تراي، خصوصا إن تراي خلاص هيخش الجامعة، لكن في الآخر وقفت جنبه وقالت له إنها معاه. فجأة رن التليفون، مكالمة غامضة، ابنك تراي اتخطف. الشرطة جت فورا لشقة العيلة. المحققين هيجنز وبول وبريدجز بدأوا يسألوا ديفيد إذا في حد قريب من العيلة ممكن يكون ورا الموضوع، كمان سألوا بول وحتى مدرب تراي. بعد شوية الشرطة جابت خبر إن تراي اتلاقى ورجع لبيت أهله، لكن الحقيقة كانت صدمة، اللي اتخطف كان كايل مش تراي. وديفيد استلم مكالمة من الخاطف اللي طلب 17.5 مليون فرنك سويسري مقابل يرجع كايل، وقال له إن الخطة من الأول إنه يضغط على ديفيد أيا كان الولد. في اللحظة دي ديفيد اتردد جدا يدفع الفلوس عشان الصفقة بتاعت الشركة ممكن تبوظ. بول اتوسل له عشان ابنه، وتراي اتضايق من أبوه إنه حتى في الظروف دي بيفكر في الفلوس والشغل. بعد تفكير طويل وافق ديفيد في الآخر يدفع الفدية. جمع الفلوس والخطف كلمه وحدد له مكان التسليم، وطلب كمان اسوره بام الغاليه اللي هي اديته من غير تردد. الشرطه تابعت العمليه وحطوا الفلوس كلها في شنطه ظهر عليها لوجو مشهور عشان فيها جهاز تتبع. ديفيد خد المترو وهو في السكه الملعب يانج. الخاطف قال له يرمي الشنطه بين العربيات. فجاه حد من العصابه شد فرامل الطوارئ، القطر وقف مره واحده والشنطه وقلت واتلقطت من واحد تاني من العصابه. الشرطه جرت وراهم في الشوارع اللي كانت زحمه جدا عشان عيد بورتوريكان. العصابه بدلت الشنط في وسط الزحمه. في الاخر الشرطه وقعت في الفخ. الشنطه اللي معاهم كانت مليانه كراكيب والفلوس اختفت. كايل اتساب في حديقه ورجع لبول. فيديو لديفيد في المترو انتشر جدا والناس بدات تعتبره بطل، وضربوا له لقب النمر الاسود بتاع البرونكس. بس في المقابل واحد من الممولين قال له ان المستثمرين شكوا فيه وباعتباره خلاص خسر الصفقه، وكمان ممكن يتحكم بتهمه نصب لانه استخدم اصوله للصفقه وبعدين الفلوس راحت فديه. ادوا له مهله اسبوعين عشان يجيب الفلوس والا هيخرجوا من الاتفاق. ديفيد افتكر كلام كايل عن اغنيه راب كانت بتتذاع وهو مخطوف، راح شغلها في المستشفى لكايل والولد اكد انها نفس الاغنيه دي لمغني اسمه يونغ فيلون. وديفيد ربط الخيوط وعرف ان هو الخاطف. الشرطه رفضت تحقق في الموضوع، فديفيد وبول قرروا ياخدوا السلاح ويواجهوا فيلون بنفسهم. راحوا على بيته ما لقوهوش، بس قابلوا مراته روزا وابنه الصغير اللي مسميه على اسم ديفيد لانه كان شايفه قدوته. روزا افتكرت ان ديفيد عايز يضم فيلون للشركه بعد ما سمع الديمو بتاعه، وقالت له مكان الاستوديو اللي موجود فيه. ديفيد وبول راحوا على الاستوديو وديفيد دخل يواجه فيلون. فيلون اعترف انه كان طول عمره معجب بديفيد بس عمره ما عرف يلفت نظره لحد ما عمل موضوع الخطف. الاتنين اتبادلوا الكلام بشكل اقرب لمعركه راب. في الاخر فيلون حاول يقتل ديفيد بالمسدس. ديفيد جري وراه في المترو وفضلوا يتخانقوا بين العربيات لحد ما ديفيد سيطر ووقعه. الشرطه قبضت على فيلون واسترجعوا الفلوس. بول اتصاب بقى في المواجهه ودخل المستشفى، وديفيد مع بام وتراي راحوا يزوروه. ديفيد عرض على بول يبقى معاه في مشروع شركته الجديده، لكن بول قال خلاص هو وكايل عايزين بجايه جديده. يانغ فيلون بقى ترند على الانترنت واتسمع بشكل كبير بسبب سمعته الجديده. خد صفقه اعتراف مقابل 25 سنه سجن، وطلب يشوف ديفيد اخر مره. جوه السجن حاول يقنع ديفيد يضمه للشركه عشان يكسبوا سوا، لكن ديفيد قال له انه سايب ستيكن هيتس وبيبدا شركه اصغر. فلان انفجر من الغضب وقعد يزعق له. في الاخر العيله قعدت مع مغنيه شابه اسمها سولا اللي تراي كان رشحها لديفيد. لما سمعوا صوتها في اغنيه من اعلى الاوطى اتاثروا جدا. ديفيد سالها اذا كانت مستعده تدخل مجال المزيكا بكل تحدياته، ولما قالت نعم قال لها يلا نبدا بسرعه جدا. اتمنى يكون الملخص عجبكم واستمتعتوا بيه، ولو حابب تدعمني ما تنساش اللايك والشير، وكمان اشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد من احلى ملخصات الافلام. وجودك بيفرق معايا وبيشجعني اقدم محتوى اقوى واحلى ليكم دايما.